طلعت بفيديو 3 أيام الطوفان، معاتب فيه سنوار على عمليته. قلت له إذا خلال 3 أيام ما شفنا تدخل إقليمي فمن الواضح أنه كان هذا فخ لإلك وأنت أخطأت التقدير. هاي مر مش 3 أيام، مر 60 يوم ما في أي تدخل إقليمي. بدكم رأيي بالموضوع؟ إيران حكت للسنوار سووا الحركة هاي بإعاز من أمريكا وإسرائيل. الدليل بدكم دليل؟ شفتوا في مسلسل عرض سنة 2022 بيحكي عن عملية الطوفان، وطلع السنوار وحيا المسلسل هذا مبسوط عليه. طبعا هو من حيث لا يعلم. معروف انه قطاع المونتاج، قطاع السينما مسيطر عليه من قبل جهات معينة اللي بتحكم العالم بشكل عام. كتير من أحداث الأفلام والمسلسلات بتصير على أرض الواقع. ليش؟ هذا موضوع آخر، لكن واضح أنه هذا كان مسلسل ومرسوم. طلعت كنت مستاء جدا من عملية الطوفان. قلت له إذا خلال 3 أيام ما صار في تدخل إقليمي فيعني أنت عم تلعب بالشعب الفلسطيني يعني، ودمه برقبتك. هلا أنا ما بحمل أي مسؤولية السنوار، الكل متلاعب فيه. السنوار مضغوط، بسمع من إيران، وإيران بتسمع من أمريكا وإسرائيل. وإيران همها ما إلها هم غير تدمير السنة وتدمير العرب والمسلمين والسيطرة عليهم، وبتتخذ من القدس حجة في هذا المضمار. واللي بده يحرر فلسطين بيقدر يدخل من لبنان وبيقدر يدخل من الجولان ويحرر، ما بيروح بيبعث من اليمن صواريخ ومش عارف ايش. على العموم احنا الفلسطينية وقعنا في كماشة الأمم. كل أمة وكل جهة بتحاول تحصل على أكبر مكتسبات. يا صفية، كل أمة بتحاول تحصل على أكبر مكتسبات على صالح الشعب الفلسطيني، وما حد سأل عنه. والحمد لله على كل شيء، وراضين بقدرنا الحمد لله، أو هم راضين بقدرهم. أنا إنسان دخيل من برا عم بحكي. الله ينصرهم ويعينهم ويخفف عنهم. على العموم ليش الفيديو بس عشان أحط النقاط على الحروف. قرار السنوار كان من إيران، وإيران مع أمريكا وإسرائيل، وإسرائيل بدها الموضوع هذا يمشي، وعم بيجهزوا لأشياء أكبر، حرق المنطقة العربية. عم بيجهزوا إشي أكبر، والله المستعان. وإيران مبسوطة لأنه شوفوا، إسرائيل وأمريكا لا بتحب إيران ولا بتحب السنة، لكن تستخدم إيران كطريق لتدمير السنة، وبضحكوا على إيران، وإيران بتفكر حالها هي عم تضحك على أمريكا. الكل بيحاول يفكر حاله إنه بضحك على الثاني، بس الكل يتم دفشه باتجاه معين. مش عارف إذا الكلام واضح يعني. طب هذا شو بدنا نستفيد؟ الفائدة إنه يا أخي والله ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما إجا بده ينشر الدعوة والرسالة قابل آلاف القبائل، وتعالوا مين بده ينصرني، مين بده ينصرني. فكل دولة لما تيجي وكل قبيلة لما تيجي تقول أوكي إحنا بننصرك مقابل إنه يكون الحكم إلنا، يرفضوا، يقولوا الحكم لله ولرسوله. فإحنا إذا بدنا نلحق إيران وإيران تحكمنا أو توجهنا، تبا لنا. مش معناته إنه أهل السنة
أحسن من إيران؟ لا، الاثنين زبالة. الاثنين أحبوا الحياة الدنيا، والاثنين عندهم أهداف دنيوية، بس حدا لسه أحسن من حدا. والله كله زي الزفت، والله كله زي الزفت. بيضلوا الشيعة أحسن منا إحنا، بيضلهم أحسن. السنة ركنوا إلى الحياة الدنيا، ركنوا إلى الفيء والزرع، ركنوا إلى على العموم بدناش نطول عليكم. انتقدتوني كتير بالأول فيديو اللي طلعت فيه، وأعتقد كان في محله صحيح. فأنا بعاتب السنوار على اللي سواه. هاي غزة تلات أرباعها يعني شو ضل مدمرة. آه، إسرائيل أخذت غطاء لعملياتها، سوت سبتمبر 11، سوت التمثيلية اللي بتأهلها لغزو غزة. وإن شاء الله خير، وعسى تكرهوا شيء وهو خير لكم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفيديو هذا مش عم نقلل من قيمة حد في المقاومة، بس عم نحاول نفتح لهم عيونهم أساس يعرفوا بالضبط شو اللعبة وشو كيف صايرة وكيف ماشية. الكل بيلعب على الكل عشان مصالح دنيوية. فيش إلا حماس أو بعض الفرق اللي توجهها نحو الله وبدها شريعة الله اللي هي تحكم، بدهم أمر الله، والباقي كله بدور على مصالح دنيوية فقط لا غير. وهدول الله لا يمكن ينصرهم. أوتشي، يعطيكم ألف عافية. بس تذكرة على الفيديو اللي انت قدتوني فيه، أنا سجلته بعد ما وصل يمكن فيه 300 ألف مشاهدة، وقفته وبطلت أحطه لأنه في ظل جراح وآلام الشعب الفلسطيني بدناش أي إشي يزيد الوجع. آه، الفيديو هذا مش الهدف منه الانتقاد، هذا الهدف منه التوعية وفتح العيون، خلي القيادة الفلسطينية في حماس أو غيرها تفهم شو اللي صاير وشو المخطط، شو اللي عم بيصير. يا أحيانا الناس القيادات أحيانا بتكون ضايعة، مش عارفة كيف عم بنلعب فيهم. بلكي قدروا يستوعبوا شو اللي عم بيصير. طب هلا اتس تو ليت، هلا اتس تو ليت طبعا. يا سيدي اللي رح يصير رح يصير، وربك أحسن من الكل، وإنما النصر من عند الله. والله يعين.